حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وستر وخير. طبعا الجو برد والمطره بتمطر، وزي كل ست مصرية اقوم اخش المطبخ اعمل ايه؟ اجيب حلة احط فيها معلقة من السمنة، احط فيها جزراية وبصلاية وحباية طماطم متقشرة واربع خمس فصوص من التوم كده زي ما انتوا شايفين، ونعمل اكتر حاجة بتدفي في الشتاء. طبعا ده الاكلة الرسمية في مصر للشتاء. هقلبهم بس تقليبة كده يسخنوا، وبعد كده هنعمل النهارده شوربة عدس. طبعا انتوا كلكم عارفين ان احنا هنعمل عدس. كنت غاسله العدس كويس ومصفياه، وهقلبه برضو تقليبه مش كتير، ده هي دقيقه واحده بس كده. وفي الوقت ده هنكون مسخنين ميه بتغلي في الكاتل او في البراد الموجود عندك. هنغطي العدس بالخضار بتاعنا كده بالميه. يا ريت لو اول مره تشوفيني واستفدتي حاجه من الفيديو بتاعي، يا ريت تعملي لي لايك وتشتركي في القناه. طبعا هنملح العدس، هنحط الملح من الاول خالص مفيش اي مشكله. وبعد كده هحط معلقه صغيره من الكمون وزيها من الكزبره الناشفه. وهنا في حاجة اختياري لو موجودة عندك، معلقة صغيرة من الكاري بتدي لون حلو قوي للعدس وطعم برضو حلو. لو موجودة، مش موجودة خلاص. أقل من نص ساعة على نار متوسطة كده بيكون استوى. أول ما نلاقي الجزراية بتاعتنا والبصلاية استووا كده بنعرف إن خلاص العدس بتاعنا استوى. عندك بقى هاند بلندر اضربيه فيه، ما عندكيش زي حالاتي كده سيبيه يبرد وهنضربه في الخلاط. عقبال ما يبرد بقى هنعمل سلطة حلوة قوي مع بعض. عندي كام حباية طماطم كده مقطعاهم مكعبات، رشيت عليهم رشة من الكمون. سلطة سهلة جدا مفيش أسهل من كده. رشة من الملح وهنحط 3 معالق كده زيت زيتون، بس ضروري يكون زيت زيتون. يعني بصراحة بالزيت النباتي مش حلوة زي زيت الزيتون. وهنحط زيت زيتون ونقلبهم بقى كده مع بعض. وانا هنا كنت نسيت، ابتديت اقلب وكنت نسيت احط الليمون، هحطه دلوقتي. وعصرة ليمون كده، وكده السلطة بتاعتنا جهزت. بصوا مفيش اسهل من كده بقى، مفيش حاجة اسهل من كده. ده انا السلطة دي بعملها مع العدس والكشري الاسكندراني، بتبقى حلوة قوي برضو كده. بصوا حلوة ازاي وسهلة. نعمل ايه تاني مع العدس؟ طبعا البصل، بصل اخضر لو موجود. طب لو مفيش، وده اللي انا بفضله، البصل الناشف. بقطع بصلاية كده واغسلها كويس واقطعها مكعبات، ورشة من الملح وعصرة من الليمون. اسفة معلش عندي برد. وطبعا معلقتين كده 3 من الخل. ونركن بقى السلطة بتاعتنا كده على جنب. يبقى احنا كده عملنا سلطة الطماطم وعملنا البصل. بصوا بقى أكلة مفيش أحلى من كده ولا أسهل من كده بصراحة. العدس حلو قوي. هنا أنا هحمر شوية شعرية للعدس، لأني هعمله شوربة وهعمله برضو بشعرية. حطيت معلقة من السمنة وشوية من العدس برضو صغيرين بتاع ده، مش شعرية صغيرين. دول تقريبا 3 معالق شعرية، يعني مش كتير لأن الشعرية بتزيد. هفضل أقلب فيها لما تاخد لون ذهبي حلو كده. وبعد كده بقى نكون خلطنا العدس، برد شوية خلطته في الخلاط، وهنحطه في الحلة تاني، نفس الحلة اللي كنا فيها اللي كنا سالقين فيها العدس. ياخد غلوة، واحنا كده العدس بتاعنا جاهز، شوربة العدس جاهزة. اللي حابب بقى من غير شعرية نقدمها له من غير شعرية، مفيش مشكلة خالص. واللي حابب هيعملها فتة عدس زي انا ما هعملها يحط لها شعرية. كده هناخد بقى الشوربة من غير شعرية للي عايز يشربها كده، لكن اللي بيحبها بقى فتة يعملها بشعرية زي ما قلت لكم. بصوا احلى طبق شوربة عدس. وهنا خلاص دي شويه التانيين اللي انا حطيت عليهم الشعريه، ضفت عليهم الشعريه زي ما انتم شايفين. بس هزود لهم بقى شويه ميه صغيرين، لان الشعريه هتخلي العدس يتقل وياخدوا غلوه، واطفي عليهم خلاص. ما تخلوهاش الشعريه تستوي في العدس عشان ما تعجنش. خدت غلوه وكده خلاص هنطفي عليها. والغدا بتاعنا جاهز، مش بياخد معانا نص ساعه بالظبط، يعني احسبيها على ايدك كده، نص ساعه هتكون الغدا بتاعك جاهز. قدميها بقى بالطريقه اللي تريحك. انا هنا محمصه عيش، تحمصيه في الفرن او في الميكروويف براحتك خالص. واعملي احلى فتة عدس بقى براحتك خالص. جربي طريقتي في العدس، حلوة قوي وطعمها مميز جدا وسهلة وبسيطة. على فكرة انا الاول كنت بحط الخضار مع العدس على طول في المية من غير ما اشوحهم بمعلقة سمنة، وبحط معلقة السمنة في الاخر. بس برضو الطريقة دي حلوة قوي وطعمها حلو، ان احنا ندي للخضار تشويحة. معلش انا اتكلمت في حاجة تانية خالص.
بصوا بقى السلطة، وعملنا الشوربة هي اللي حابب يشربها بس كده، والبصل طبعا عدس يعني بصل يا جماعة. بصوا بقى احلى شوربة، بتدفي جدا، طعمها حلو قوي، بصوا كريمية وحلوة ازاي. وادي الفتة العدس زي ما انتم شايفين، في ناس بتحط لها رز ابيض من تحت، بس انا بصراحة ما بحطش رز ابيض، انا بستكفى بالعيش بس. وادي السلطة بقى، خدي من السلطة كده بصي، وحطي على العدس بقى وكلي، واحلى اكلة بألف هنا وشفا. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجة من الفيديو بتاعي، واكون ضيفة خفيفة عليكم. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجة تطلع احسن مني كمان. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم.